كلنا فاكرين كل الشخصيات اللي بنحبها في الكرتون. دلوقتي هنعرف مين اللي مظلوم فعلا ومين اللي مستحق يكون نجم القصه بس ما خدش حقه. يلا نبدا. ملك الجليد في البدايه الناس كانوا شايفينه مجرد شرير كوميدي، لكنه في الحقيقه شخصيه مأساوية معقده جدا. التاج اللي معاه سبب كل مصاعب كان حبيبته بيتي، خلاه مليان ألم. والكرتون ركز على فين وجيك وخلاه في الخلفيه رغم انه عنده قصص وحكايات تستحق الضوء الكامل. الجمهور اللي فهم شخصيته ويشوفه اكتر شخصيه حزينه وعميقه، وده اللي بيخلي ظهوره مؤثر جدا. شمشون من سبونج بوب هو السبب الاصلي في وجود الوصفه السريه، وحضوره بيخلق فوضى وده بيخلي مستر سلطة يحاول يحمي الوصفة أو يسيطر عليه. رغم أهميته الكبيرة الكرتون ركز غالبا على سبونج بوب أو مستر سلطة، وده خلاه مظلوم. شخصية شمشون مليانة ذكاء وروح مغامرة، وكان ممكن يبقى ليه قصص خاصة تكون محور أحداث أكتر. الجمهور اللي فهم الشخصية بيشوفوا إنه قلب الأحداث، ده بيخليه محبوب جدا رغم مظلوميته. اللي بين بنتين نيجي دلوقتي لعمق الصراعات النفسية مع كيفن اللي شخصيته مليانة صراعات داخلية بين الخير والشر والسيطرة على القوة. تحول من شرير لصديق وفي الكرتون ركز على بنتين وبيسيب كيفن في الخلفية. رغم قدرته وقصصه المليانة عمق، جمهور بنتين اللي متابع الشخصية كويس بيشوفها مظلوم لأنه ما خدش كل التركيز اللي يستحقه على الشاشة. رغم قوته وتطوره الكبير، إضافة شخصية زي كيفن بتدي للكرتون لمسة درامية وتوازن بين الكوميديا والعمق. داروين من عالم جامبل شخصية محبوبة وطيبة في جامبل، كأنه مظلوم لأنه دايما بيظهر كمساعد لجامبل وما خدش الضوء الكافي. داروين عنده لحظات عبقرية وحس فجاعي بيميزه عن باقي الشخصيات. قصص الشخصية أحيانا بتكون مهملة رغم إنه عنده القدرة على إضافة الكثير من العمق للكرتون. الجمهور المحب له بيشوفه شخصية عميقة ومليانة إحساس، وده السبب اللي يخليه مظلوم لكن محبوب جدا. وأخيرا تايجر من كونغ فو باندا البطلة الأنثوية والشجاعة من كونغ فو باندا. رغم مهاراتها القتالية وشجاعتها في بعض الحلقات الجانبية أو الأفلام الموازية، ما خدتش تركيز كافي على تطورها الشخصي أو قصتها الحقيقية. إن تايجر كانت تستحق إنها تكون التنين العظيم بدل بو، لأنها قوية وذكية وشجاعة جدا. للكرتون ركز أحيانا على الفجاءة أو الشخصيات التانية، ده خلاها مظلومة بعد الشيء. رغم من أهميتها الكبيرة، الجمهور اللي فهم شخصيتها بيشوفها شخصية قوية وعميقة جدا، كانت ممكن يكون لها دور أكبر لو اتقدرت صح. ودي كانت أكتر 5 شخصيات مظلومة في الكرتون. يمكن بعضهم اتظلموا لكن كل شخصية فيهم ليها جمهورها الخاص اللي بيعرف قيمتها. لنا في التعليقات انت شايف مين أكتر شخصية مظلومة، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو دي. وسلام.